أخباركوا إيه؟ اوعى تفتكر العيب في السوشيال ميديا. لو عندك بنت في الجامعة وخصوصا لو بتدرس في جامعة بعيد وقاعدة في المدينة الجامعية أو حتى سكن للطلبة، خلي ابنك أو بنتك تسمع الكلمتين دول. دي رنا ماهر زميلة المرحومة شهيدة الغدر نيرة صلاح. رنا ماهر، في كلية طب بيطري، جامعة العريش. كنت صديقة نيرة المقربة. نيرة وشروق كانوا قريبين قوي من بعض، دايما مع بعض، يعني هم أصلا قاعدين في أوضة واحدة، يعني في غرفة واحدة. اللي هتقول لنا مين هي نيرة صلاح اللي كل ذنبها نصحت بنت زميلتها، اللي هتقول لنا كلمتين لكل بنت بتدرس بعيد عن بيتها. ما تشغليش بالك بحد، خليكي سطحية في معاملاتك مع زمايلك، وما تدخليش نفسك في اي حوارات، وخلي وقتك كله لمذاكرتك، وبلاش تنصحي الا اهل بيتك، وبلاش حد يعرف رمز التليفون بتاعك الا ابوك وامك بس، غير كده مفيش امان. نيرة كله كان عارف، ما كانش عندها وقت تكلم حد تشغل بالها في حوارات، كان دايما وقتها كله مذاكرتها. نيرة كانت انسانه واعيه وانسانه عاقله، حسب الله ونعم الوكيل في كان السبب. نيرة بني ادمه، كانت في حالها، كانت محترمه، ما بتحبش الكلام اللي زي كده. تقيم الليل في السكن، والله كانت الرمز بتاع التليفون بتاعها كان مع السكن كله. وكل ده علشان نيرة نصحتها، حاولت تخليها تمشي في الطريق. حرفيا كل السكن، كل الجامعه، المدينه كلها بتحكي على احترام نيرة. محدش شاف من نيرة حاجه غلط. نيرة والله بني ادمه نظيفه ونعمه البنات. مش هشوف في احترام نيرة. انا نيرة دي كانت بتنصحني، كانت بتخليني اذاكر، كانت بتقومنا نصلي. في النهاية اترحموا على نيرة، لأن المجتمع أصبح ملان شروق وطه.